لو عايز تخسر وانت بتعمل سكيلينج اقلب الفيديو ده، اما لو مش عايز تخسر كمل معايا الفيديو للاخر. ناس كتير النهارده سواء شغالين على حاجاتهم الشخصيه او مع عملاء دايما بيدوروا على السكيلينج. ايه السكيلينج ببساطه؟ ان انا النهارده لو بعمل من المنتج ده 10 اوردرات في اليوم انا عايز اعمل 100 اوردر في اليوم، 200 اوردر في اليوم، يعني 5 او 6000 اوردر في الشهر. انا النهارده مش جاي اكلمك على سكيلينج استراتيجي او ازاي تعمل سكيلينج، انا جاي اكلمك عن مرحله ما قبل السكيلينج، لان ناس كتير بتغفل جدا عن الموضوع ده وبيخش يعمل سكيل من غير ما يكون مظبط نفسه قبلها. فانا جاي لك من المستقبل عشان اقول لك ايه الحاجات اللي لازم تظبطها الاول في الشغل قبل ما تعمل سكيلينج. اول نقطه، لازم قبل ما تعمل سكيلينج يبقى اصلا الاعلان اللي شغال قبل كده يكون نتائجه كبيره ببراح واسع. يعني ايه ببراح واسع؟ يعني ما ينفعش يكون البريك ايفن سي بي اي بتاعك مثلا 40 جنيه وانت بتجيبه ب 35 وعايز تعمل سكيل. يا بوح ساعتك بتكلمني؟ مش فاهم حاجه يا سامر. واحده واحده، انت عشان تكسب في المنتج ده المفروض تكلفه المبيعه ما تزيدش على الداشبورد، طبعا ليه حسابات كتير، ما تزيدش مثلا عن 40 جنيه. حضرتك بتجيبها دلوقتي بكام؟ ب 35 جنيه. ستوب، ما تسكيلش، لان كده كده مع السكيلينج تكلفه المبيعه هتزيد وانت هنا قريب قوي من التكلفه القصوى للمبيعه. فلو انت شغال على سكيل صغير وبتجيب الاوردر ب 35 جنيه لما هتعمل سكيل هيعلى عن ال 40 طبعا، هيخش في ال 45 في ال 50 في ال 60. ده طبيعي انه يحصل في السكيلينج. العيب هنا مش في السكيلينج، العيب ان انت قررت تعمل سكيل وانت معكش براح كبير. لازم لما يحصل سكيلينج الاعلانات بتضرب شويه، فالمفروض لما يكون ماكسيمم تجيب المبيعه ب 40 وانت بتجيبها ب 20 او ب 25 هنا معاك فرصه كويسه ان انت تسكيل. ممكن كمان نحسبها بالرو از، انا بسكيل وانا عامل رو از 6 7 8 تمام، لكن انت اصلا عامل رو از 2 3، ده هيموت منك حرفيا اول ما تعمل سكيل. طبعا الكلام لا يمكن تعميمه بس انا بديك امثله بارقام حقيقيه على اغلب الحاجات اللي انا شفتها. يبقى رقم واحد، ما تعملش سكيل اصلا لو انت قريب قوي من الليميت بتاعك. اعمل سكيل لو انت معاك براح عشان لما الارقام تضرب شويه تبقى ستيل كسبان. 2، اخبار البادجت ايه؟ انت بتصرف في اليوم 1000 جنيه، يعني تقريبا عايز في الشهر 30,000 او حتى 20,000 وتدور الفلوس مع بعضها. قررت ان انت تصرف النهارده في اليوم 3000 جنيه، هل انت معاك 3000 على الاقل يوميا لمده على الاقل 15 يوم جايين، يعني معاك في ايدك 30,000 جنيه دلوقتي؟ ولا هتشغل اعلانات ب 3000 جنيه يوم 2 3 وبعدين ستوب، مفيش فلوس، مفيش كاش فلو؟ فما تعملش سكيلينج وانت مش مظبط الكاش فلو الاول. يا اما يكون معاك فلوس على جنب قادر تستثمرها في الادز من غير ما تستنى تحصيلات من شركه الشحن، يا اما تكون مظبط مع شركات الشحن اللي شغال معاها انها بتعمل لك تحصيل يومي، فانت ضامن ان كل يوم في فلوس بتخش لك هتقدر تصرفها تاني في الادز. الحاجه الثالثه، الستوك يا باشا. صرفت النهارده 5000 جنيه وجبت في اليوم 200 اوردر، ممتاز، بس انت عندك في المخزن جوه 400 اوردر بس، يعني حمل شغل يومين. فانت هتعمل سكيل عشان تشتغل يومين وبعدين توقف؟ معلش يا باشمهندس بس هنوقف الاعلانات عشان مفيش ستوك. ما ينفعش ما ينفعش، بتحرق على الفاضي. كان اكرم لك تكمل على الليميت الصغير بتاعك، بتطلع كل يوم 10 او 20 اوردر وتستمر فيهم احسن ما تضرب ضربه كبيره في يومين وبعدين تقف، لان السكيل دايما ممكن يضرب في وشك فانت مش ضامن، فانت كده تاخد ريسك. يبقى ليه سكيل من الاول وانا ما عنديش ستوك؟ النقطه الثالثه، الاوبريشن. لو انت عندك مخزن العمال اللي فيه بيهندلوا كل يوم 50 اوردر، دخلت لهم بكره الصبح السلام عليكم معايا 500 اوردر، في ليميت مش هيعرفوا يعدوه. انت عندك عامل واحد بيهندل 50، ممكن يهندل 70، ممكن يهندل 80، ممكن يا عم يطبق شيفتين ويهندل 100 اوردر، لكن مش هيهندل 500. بلاش المخزن، الكول سنتر. ما احنا في مصر هنا لازم نعمل مكالمات كونفirmation للعملاء قبل ما نطلع الاوردرات عشان بنسبه كبيره نقلل المرتجعات. فبسال العميل باشا انت عايز الاوردر بتاعك؟ اديني عنوان تفصيلي عشان اسهل عليك التوصيل. فانت عندك بنت او ولد شغال في الكول سنتر بيعمل كل يوم 50 مكالمه، ممكن يضغط على نفسه يعمل 70 مكالمه 80 مكالمه، مش هيعمل 500. يبقى لازم تكون مظبط الاوبريشن بتاعك كمخزن، ككول سنتر، كشركه شحن، لان ممكن برضو شركه الشحن اللي بتديها كل يوم 50 اوردر لما تدخل لها بكره 500 اوردر مره واحده هترعش. لقيتها بترعش كده. بترعش ازاي؟ كده وكده، ما عندهاش مناديب كافيه انها تغطي العدد ده مره واحده. هم دول الثلاث حاجات اللي لازم تبص عليهم قبل اصلا ما تقرر تعمل سكيلينج.
كل الكلام ده بالتفصيل بنشرحه بالتفصيل الممل جدا في دبلومه الميديا باينج والاي كوميرس بتاعه العبد لله. لو عايز تشترك معانا هتلاقي هنا رقم واتساب، ابعت لنا عليه عشان تشترك، عشان احنا عاملين حاليا عروض قويه جدا وتخفيض فعلا محترم. استناني الفيديو الجاي. سلام عليكم.